السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال محمد رمضان، رجالة أولى ثانوي ورجالة الانترنت ساينس، بنوعد وعمرنا ما بنخلف. بيقول لي عندي فود تشين بتتكون من بريداتوري فيش، طبعا دي اللي هي الأسماك المتوحشة. طبعا دي بتاكل مين؟ السمول فيش. السمول فيش بتاكل الزو بلانكتون اللي هي العوالق الحيوانية، ودي بتاكل الألجي. طيب فبقول لي إيه اللي يحصل لما تبدا البريداتوري تتغذى على السمول فيش بجريد نمبر؟ السمول فيش عددها هيقل، فالزو بلانكتون عددها هيزيد لان مش هتلاقي حد ياكلها، بس هتاكل الالجي بكميه كبيره. يبقى الاجابه الصح هتبقى ان الزو بلانكتون هتزيد والالجي هتقل. السؤال الثاني بيقول لي which of the following is correct to describe the wind between two regions؟ طبعا الاجابه هتبقى بي. ليه؟ قال لك الويند سبيد سرعه الرياح بتبقى قليله لما يكون الديفرنس ان بريشر قليل، وكل ما يبقى الديفرنس ان بريشر كبير سرعه الرياح تبقى اكتر. ايه اللي بعد؟ السؤال الثالث بيقول لي سمكه الشيطان بتعيش في الاعماق الكبيره. ليه؟ اولا الجلد بتاعها هيكلها بيبقى كارتليجز، يعني بيتكون من غضاريف، يبقى يا بي يا دي. طيب كبدها بيبقى فيه لارج اماونت من الاويل ولا سمول؟ طبعا لارج او هاي اماونت اوف اويل. ليه؟ لما يكون الكبد بتاعها مليان اويل، الاويل خفيف كثافته قليله فبيساعد في الفلوتنج، فتبقى طبعا الاجابه دي. السؤال الرابع A student has recorded statement about some of the atmospheric layer. تعال نشوف. اول حاجه بقول لي عندها اقل تمبريتشر. اقل تمبريتشر دي كانت الميزوسفير. طيب بتستخدم في الوايرلس اتنين بيتم احتراق الميتيورز فيها، برضو دي الميزوسفير. 3 بتستخدم في الوايرلس، ده كان الايونوسفير، الجزء السفلي من السيرموسفير. طيب بتفضل للطيارين، ده الاستراتوسفير. فبيقول لي مين الجمل اللي بتعبر عن الميزوسفير؟ طبعا 1 و2، فيبقى الإجابة هتبقى سي. السؤال ده معتمد انك تكون حافظ الخصائص. بيقول لي المارين اورجانيزمز بتطلع كربون دايوكسيد كفضلات، ده بتيجي من عمليه اسمها ايه؟ قلنا كاتابوليزم. خد بالك الانابوليزم اللي هو بناء الاكل، عكسها الكاتابوليزم اللي هو حرق الاكل، اللي هي الخطوه الثانيه من الميتابوليزم عامه، فيبقى الاجابه بي. السؤال السادس بيقول لي في ايه انوجراف بيعبر عن النسبه ما بين كتله الاكسجين والهيدروجين في جزيء الميه. انا كنت قلت لك ان الهيدروجين نسبته 11.11%، انما الاكسجين 88.89%. لما قسمت دي على دي بتطلع 821. اما قلت لك ان الاكسجين قد الهيدروجين 8 مرات. لما تبص كده هتلاقي ان الشكل السليم هو دي. اللي بعده السؤال السابع بيقول لي The opposite figure shows the molecular structure of one of the gases. طبعا ده الاوزون. بيقول لي تتوقع ايه لمعدل الفوتوسينثيز لو الراجل ده بقى محطوط بكميه كبيره في التروبوسفير؟ طبعا ده بيحرق ورق الشجر، فلما يحرق ورق الشجر الفوتوسينثيز بيقل، فتبقى الإجابة بي. قلت لك إن الأوزون عشان أفكرك لما بينزل في طبقة التروبوسفير بيعمل سمج، بيحرق البلانت ليفز، بيقلل الفوتوسينثيز، بيعمل كوريجن للبلاستيك والرابر، افتكر. السؤال التاني بيقول لي المية بتتنقل. أولا أنا علمتك إن المية بتتنقل من اللو اوزموتيك بريشر للهاي اوزموتيك. طيب بص في الرسمه كده، هي خرجت من 1 ل2 ومن 1 ل3، يبقى اقل واحد مين؟ هو الرقم 1. طيب وخرجت من 2 ل3، يبقى اذا 1 اقل من 2 و2 اقل من 3. طيب فهو بيقول لي بقى رتبهم على حسب from the least to highest water. طبعا ده بيبقى خد بالك هنا عكس الاوزموتيك بريشر، يبقى اذا 3 في تركيز الميه اكبر من 2 اكبر من 1. اللي بعده
السؤال ده عدى علينا في الويكلي اسسمنت وفي الهوم بيرفورمانس وفي الهوم وورك وفي كله. بيقول لي لما الووتر فيبور قلت لك بص دايما العمليه احنا عشان نعمل ايفابوريشن كنا بنكسب هيت، يبقى العكس لما نعمل كوندنسيشن انا بطلع هيت. فهو بيقول لي التمبريتشر في السراوندنج اير طبعا بتزيد. ليه؟ لان الووتر فيبور بيطلع هيت. تاني دايما لما بعمل ايفابوريشن بتسحب هيت عشان احول من ليكويد لجاز. العكس بقى الكوندنسيشن انا هرجع من جاز لليكويد، فلازم اعمل عكس العمليه اني اطلع هيت. فطبعا يبقى رقم 9 تبقى بي. اللي بعده السؤال 10. Which of the following leads to decrease in pH؟ decrease in pH يعني ازود الاسيديتي. طيب الكالسيوم كربونات لا، الصوديوم كلوريد ده نيوترال، الميه لا، طبعا هو السلفوريك اسيد، لان السلفوريك اسيد ده اما الاسيد نسبته بتزيد بزود الاسيديتي فالبي اتش بيقل عن 7. اللي بعده بيقول لي what is the correct order of stages that a quantity of sweet sea water. هو بيقول لي من الاخر رتب لي خطوات الووتر سايكل، بس خد بالك من الكلمه دي to return to sea again. هو لو كان قال from the sea كنت اقول evaporation وامشي بقى عادي، بعد كده condensation، بعد كده rainfalls، بعد كده run off اللي هو الترشيح او سقوط او تغلغل المياه داخل التربه وتكوين الاندر جراوند ووتر. لا هو قال بقى هترجع يبقى الاول كوندنسيشن وراها رينفولز وراها ران اوف وفي الاخر ايفابو، عشان بس قال كلمه ريتيرن تو سي. يبقى لو ما كانش قال ريتيرن تو سي كنت اقول ايه اول واحده اللي هي الايفابوريشن، انما هو قال ريتيرن تو سي. طبعا معذره لا معلش هو هنا 11 المفروض ايه؟ لا هو عايز ترتيب السي ووتر، ترتيب الووتر سايكل، فعادي بقول ايفابوريشن وراها كوندنسيشن وراها رين فولز وراها ران اوف اللي هو الترتيب بتاعنا. اللي بعده فلا هو اول واحده فعلا لان هو عايز ترتيب الووتر سايكل عادي. طب اللي بعده بيقول لي الارث ريتين اتس اتموسفير لكن الميركوري بليت ما عندوش اتموسفير، طبعا لان الارث جرافيتي اكبر. ليه؟ لان طالما الارث جرافيتي اكبر هنا قول معايا الجازز ما تعرفش تهرب من الجاذبيه، ما عشان تهرب لازم يكون عندها سرعه هروب كبيره. طيب وسرعه الهروب بتعتمد على الجرافيتي. يا عيني اخونا ميركوري ما عندوش اصلا جرافيتي، انما اخونا مين؟ اخونا اسمه ايه؟ الارض لا عندها جرافيتي عاليه جدا. اللي بعده نخش بعد كده على بيقول لي ايه in the following are statement for a student about the effect of solar radiation على البيئة المائية. طيب اول حاجة الاوتوتروفيك اورجانيزم يعني نباتات بتبقى موجودة في الاعماق، غلط المعلومة دي غلط. طب الليفنج اورجانيزمز اللي في المية بتاعت المياه القطبية بتتأثر طبعا سلبيا في الشتاء لان بيبقى في نقص في السولار راديشن والفوتوسينث، المعلومة دي صح. الكورال ريفز بتحب تعيش في المياه الورم والشالو، طب ما دي برضه المعلومه دي صح. فبقول لي انه معلومه صح 1 و2 2 و3 يبقى هنختار الاجابه بي، يبقى 13 هتبقى بي. ليه؟ لان المعلومتين دول هما اللي ايه اللي صح. 14 اقعدوا اتفرجوا وشوفوا مستر عمرو بيعمل ايه، نيلوا ذاكروا. وهنا انا مش بتكلم مع الطلبه ما تقلقوش. بيقول لي مين من الكائنات اللي بينتمي للمولاسكس؟ مولاسكس يعني الرخويات، طبعا اشهر الرخويات هي المحار اللي هي الاجابه دي. كالم يعني المحار. اللي بعده 15 بيقول لي an amount of water كانت كتلتها 1 كيلو جرام ودرجه حرارتها 10 خسرت amount of heat خلال تايم ماشي تي. if you know that the specific heat of water then the density of water through that period اللي هي الفتره دي. طيب اولا تعال بس نشوف كده هجيب اللي تشينج ان تمبريتشر بيساوي ايه؟ كيو ثيرمال على ام في سي، يبقى هتساوي الكيو اللي خسرتها كام؟ 37800 على 1 في 4200 هتطلع 9 درجات سيليزيوس. يعني ايه؟ هي كانت الدرجه الاولانيه كام؟ 10 سيليزيوس،
يبقى الدرجة التانية شيل 109 يبقى كام؟ درجة سيليزيوس. يبقى الراجل ده درجته قلت من 10 ل1. طيب تعال نفتكر الجراف بتاع الدينستي ودرجة الحرارة، ده مهم جدا. قلت لك أعلى دينستي بتبقى كام؟ 4 سيليزيوس. طب تعال نشوف. الراجل ده كان الأول 9 سيليزيوس، لما يروح من 9 ل 4 الدينستي بتزيد. طيب ولما يبقى بعد كده من 4 سيليزيوس لكام؟ ل 1 سيليزيوس الدنسيتي تقل. يبقى الاجابه الصح انها في الاول هتزيد بعد كده هترجع تقل. خدوا بالكم ده سؤال تقيل. يبقى 15 الصح انها تزيد وبعد كده ترجع تقل. طبعا ما كنتش هفهم دي غير لما اجيب اللي تشينج ان تيم بريتشر، وقلنا ده من القانون اللي هو اللي انا كنت معلمه لك، كيو ثيرمال هنا وهنا ام سي ودلتا تي. اللي بعده السؤال 16 بيقول لي ايه اللي يحصل لحجم بيور ووتر. خد بالك الفوليوم عكس الدينستي، يعني لو هنا فوليوم ودرجه حراره بيبقى اقل فوليوم عند 4 سيليزيوس. ماشي. بيقول لي لما درجه الحراره تتغير من 33 ل 39. طيب هنا لازم احولها من فahrenheit لكام؟ لسيليزيوس عشان اعرف اشتغل. 33 فahrenheit لما احولها لسيليزيوس اقول ماينس 32 وبعد كده اضرب فيه 5/9 يعني نص سيليزيوس. ماشي. طيب 39 فahrenheit اما اطرح منها 32 واضرب فيه 5/9 هتطلع 3.8 سيليزيوس. يبقى انا هروح من كام لكام؟ من نص لحد حته. طبعا انت لما تبص كده من نص لحد الدرجه دي انت رايح ل4. في الحاله دي الفوليوم بيزيد، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ دي رقم كام؟ 16 هتبقى ثواني 16 صح. بي هتقل. طبعا برضو اديني بقول لك مش هتعرف تحل السؤال ده غير لما تكون حافظ الجراف ده والجراف بتاع الدينستي. 17 كنت انا علمتك لعبه، الدينستي تزيد الفلوت يزيد. حصل؟ حصل. بيقول لي لما ادوب ملح، انا لما ادوب ملح الكثافه تزيد فالفلوت يزيد، البيضه دي تطلع لفوق فتبقى طبعا 17 هتبقى ايه؟ 18 بيقول لي which of the following represents the correct arrangement للبويلنج بوينت. قلنا كل ما الاماونت اوف سوليوت يزيد كل ما البويلنج بوينت تزيد. يبقى الاجابه ايه؟ اشمعنى؟ اكتر عدد من الموليكيولز فين؟ Al2SO4 باي 3. بص عدد الموليكيولز اكتر من MgCl2 هنا 1 ومعانا 2 يبقى 3. بص اكتر من NaCl اللي هو 2 صح. يبقى الاجابه ايه؟ يبقى اذا ان تبص بي غلط بقى، اللي عدد جزيئاته اقل اكتر من ده غلط. طب بص سي ده عكسها خالص. طب بص دي بقى 3 اكبر من 2. طب ده صح بس 2 اكبر من الجزيئات دي كلها لا طبعا. فيبقى الاجابه ايه؟ 19 ايه هي النتائج المحتمله لما نزود درجه الحراره؟ احنا قلنا لما بنزود درجه الحراره السولوبيليتي بتقل بتاعه الكربون دايوكسيد والاكسجين، فيبقى في هنا صعوبه في الريسبيريشن. اللي بعده which of the following ايه اللي بيخلي السيل ممبرين عندها ليونه وتتحمل الهاي بريشر للاسماك؟ اما قلنا ان السيل وول بتاعتها فيها او انا اسف السيل ممبرين بتحتوي على، اما قعدت اقول لكم قولوا ورايا unsaturated fatty acid. دي مركبات لما بتكون الجلد مليان منها بيبقى الجلد طري، وطالما طري يقدر يتحمل الهاي بريشر. اللي بعده بيقول لي الفايبر فيش ازاي بتقدر تتحمل الهاي بريشر؟ عندها حاجتين. اول حاجه ان عندها السكيلتون بتاعها فليكسبل يعني مرن. حلو قوي. فاول حاجه عندها فليكسبل سكيلتون يعني هيكل مرن. طب ليه؟ تو ويزستاند عشان يتحمل الهاي بريشر. طب تاني حاجة عندها هاي ده يعتبر خدوا بالكم ستراكشر. طب ده بقى يعتبر فيسيولوجيكال هاي ليفل اوف هيموجلوبين، عنده نسبة كبيرة من الهيموجلوبين. طب ليه؟ عشان برضو يعمل ايه؟ يتعامل مع اللو اكسجين.
الاكسجين قليل، فبزود نسبة الهيموجلوبين عشان يبقى ضامن انه يخزن اكسجين كتير. اللي بعده قول لي تأثير سيء لما يخسر كمية كبيرة من المية. قلنا طبعا بيحصل دي هايدريشن، جفاف. طب نعالجه ازاي؟ قال لك الجسم بيعمل حاجة اسمها، وخد بالك الكلمة دي مهمة واحفظها لي صم، اوزمو ريجيوليشن، اللي هي دورة بيسموها ساعات اوزمو ريجيوليشن او الووتر بالانس، اللي هو توازن الماء داخل الجسم. فيقول لك ازاي البادي يقدر يحمي نفسه منها؟ باي اوزمو ريجيوليشن. هتقول بس كده باي اوزمو ريجيوليشن، ما تقولش اكتر من كده.